ايضا الهجوم على عبد الله السعيد واحمد فتحي عشان عدم تجديدهم والهتافات ضدهم، حسيت انا انه في نوع من انواع الالم والحزن داخل الجهاز الاداري الجهاز الفني وحتى اللاعبين بعد هذا الهجوم الغير مسبوق. بص، يعني فيما يخص النص الاول من سؤالك، طبعا يعني مفيش مبرر، مش فاهم يعني احنا عايزين ايه. يعني احنا بنتقدم بشكل كويس والامور بترجع الحمد لله بشكل كويس والدنيا لطيفه وظريفه وبنرجع في استاد القاهره والمنافسه كويسه حتى على مستوى المنتخبات ووصلنا لكاس عالم وانت بتقدم بشكل كويس جدا والمنافسه حلوه وخصوصا في افريقيا. ففي حاجه مش مفهومه، يعني في حاجه مش مفهومه. كل اللي هقوله قلته عند حضرتك من سنتين. يعني ما فيش حد يزعل من حاجه، كل واحد لازم يؤدي دوره. انا كلاعب لازم ادي الدور بتاعي وما اخرجش بره الدايره، كمسؤول لازم ادي الدور بتاعي وما اخرجش بره الدايره، الجمهور لازم يؤدي الدور بتاعه وما يخرجش بره الدايره. الامن عنده مسؤوليه بيعملها، يعني فكل واحد له الدور بتاعه. اي حد هيروح لحته ثانيه اعتقد المنظومه هيبقى فيها مشكله كبيره. تمام. ففي جزء مش مفهوم، يعني انا مش فاهمه زي ما حضرتك ممكن ما تبقاش فاهم ولا راضي عنه طبعا، راضي عنه خالص. طبعا. الجزئيه الثانيه فيما يخص احمد فتحي وعبد الله السعيد، يمكن احنا خدنا قرار وانت قلته عندك في البرنامج. احنا مش هنتكلم في اي حاجه في الموضوع ده غير لما يكون في حاجه رسميه لحاجتين يا كابتن شوبير. لان انت داخل على مرحله في الدوري حاسمه وكاس مصر تاكد على الثنائيه مره ثانيه اللي خدناها السنه اللي فاتت، الدوري وكاس عايزين ناكد عليها السنه دي، عايزين ناخدها السنه دي. قربنا من الدوري جدا وان شاء الله الرحمن باذن الله يكون الكاس المتناول باذن الله تعالى باذن الله. ثانيا عندنا مباريات في افريقيا عايزين ناخدها بشكل كويس، فلازم نخش بكل قوتنا ودول جزء من قوتنا. احمد فتحي وعبد الله السعيد لهم مكانه كبيره عندنا، واحنا كمسؤولين لازم نبقى بنعلن ده ايا كان الوضع. احنا في النادي الاهلي كل واحد له الحق في اي حاجه. تمام. احنا كنادي اهلي بنقدر الناس وبنحترمها جدا جدا جدا، ودول الاثنين لهم مكانه عندنا، سواء كان من اول ما واحد جه في 2007 او الثاني جه في 2010 لهم مكانه حتى النهارده. انا احمد فتحي بيعمل تاكلينج في الدقيقه 90 تمام بشكل رائع جدا. عبد الله سعيد قدم مباراه كويسه، فلهم مكانه سواء كان الناس دي كملت معانا او ما كملتش معانا. تمام. لما نيجي نقعد بقى في الاخر دي تبقى بتاعتنا احنا بقى، احنا اللي نشوف قوتنا هنمشيها ازاي. فالاثنين لهم مكانه كده او كده، فاهم حضرتك؟ فده الرساله اللي انا عايز اوصلها واللي باكد عليها لكل الناس كنادي اهلي بيتعامل ازاي مع الناس. حتى لو كان ما فيش تكميل، حتى لو كان ما فيش تكميل، لازم يبقى في دايما احترام وتعامل مظبوط ما بين الطرفين. تمام. وممكن يبقى في قرار قريب، ممكن يعني ما يبقاش ما بستبعدوش ولا حاجه، ممكن يبقى في قرار قريب. كابتن سيد، مباراه مع انبي ثم السفر الى افريقيا للعب مباراه العوده ثم العوده ومعسكر خارجي، هل استقريتوا على الامارات بالفعل ومباراه مع الفجيره وديه في خلال هذا المعسكر؟ يعني بس عايز اكد على حاجه كتير. مباراه انبي في منتهى الاهميه بالنسبه لنا. بنخش لها بدوافع كبيره وتحضير ان شاء الله الرحمن يكون كويس باذن الله ونخوض اللقاء واحنا موفقين فيه باذن الله ونطلع بالنتيجه اللي احنا عايزينها ان شاء الله الرحمن.